أخرى. شريف من الخطورة لحد الآن عند الطلبة، يلعب الكرة، محاولة دخول وجول بدخول وبمجهود فردي، ويأبى أن يفرح بالهدف باعتباره كان لاعب سابق للقوة الجوية، ويسجل أول الأهداف بالدقيقة 38 من عمر المباراة بمجهود فردي رائع ومن زاوية صعبة. شريف عبد الكاظم يسجل هدف الشخص الثاني هذا الموسم والأول في المباراة في شباك القوة الجوية. واحد الطلبة لا شيء القوة الجوية. شوف المجهود الفردي، وأنا قلت هو مكمن الخطورة لحد الآن بفريق الطلبة. مر تعدى واحد والثاني والثالث ولعب الكرة إلى الشباك من زاوية صعبة جدا، من زاوية صعبة. شوف لعبها بذكاء وعانقت الشباك، وأبى أن يحتفل بتسجيل هدف التقدم احتراما لجماهير الصقور وباعتباره لاعبا للصقور سابقا. وعلاء أيضا أمام نفط ميسان أهدى الركلة، قدم علاء وردها وجول. ونشوف قرار الحكم. هدف، الكرة ارتدت من الحارس، هدف. جول واضح لعلاء. علاء اللي يرفع رصيده إلى 8 أهداف، يرفع رصيده إلى 8 أهداف ويدرك التعادل بالدقيقة 83 من عمر المباراة. علاء عباس يسجل هدف الشخص الثامن من ركلة جزاء أضاعها، وبالتالي ارتدت وأكملها إلى داخل الشباك. وهذه ركلة الجزاء الثانية اللي ضيعها علاء عباس بعد أن أهدى الركلة الجزاء أمام نفط ميسان. ارتدت وأكملها. شوف وأكمل